آسف لأن الفيديو ده هيكون مرعب لأقصى درجة. وقبل ما أحكي عن الديب ويب لازم أنصحكم محدش يعمل أو ياخد أي خطوة في الموضوع ده، لأنه فيه خطر على حياة كل واحد فيكم لو دخل الموقع. بمجرد دخولك على الديب ويب هتسمح لأعضاء الوصول لبياناتك والمعلوماتك الشخصية من خلال تهكير جهازك. طبعا واحد اسمه بيتر جيرارد، وده حرفيا شيطان متجسد بصورة إنسان. لما تعرف القصة هتتأكد ليه أنا بقول كده. مشهور بالتحرش بالأطفال في استراليا، وكان بيمارس الاحتيال والخداع. واما السلطات الاسترالية قربت تمسكه قدر يهرب للفلبين بعد ما كانوا هيحاكموه على 117 جريمة. قام ببناء أكبر شبكة تحرش بالأطفال بعد ما كون عصابة. وما سألوه إزاي كان بيقدر يجيب الأطفال قال بكل برود إن ده كان أسهل جزء بينفذه. لك أن تتخيل إن كان بياخد شريكته ليزا أو كارول وكان بيقدم نفسه للأسر الفقيرة على إنهم زوجين وبيبحثوا عن أطفال يتبنوها ويوفروا ليهم التعليم وكل احتياجاتهم، ولما يكبروا ويشتغلوا يرجعوا لأهلهم الفقراء عشان ينقذوهم من الفقر اللي هم فيه. فمين هيقدر يرفض عرض زي كده؟ ولو تاخدوا بالكم ان في حاجات بتحصل زي كده في المجتمع بتاعنا. وكان بيتر بعد ما بيعمل البث المباشر بتاعه على الانترنت المظلم، وكان بيسمي البث المباشر بتاعه الغرفة الحمراء مقابل مبالغ مالية، وبيعرض فيها تصوير لأطفال بيعذبها وبيغتصبها. وكانت أصغر ضحية عذبها عندها 18 شهر. وقام بيتر الشيطان بتعليقها وكمل هو و2 من المجموعة اللي معاه بتعذيبها واغتصابها أمام عيون مئات من المتابعين. وليه فيديو تاني بالاشتراك مع بنتين وولدين من مجموعة الشياطين اللي معاه وهم بيقوموا بتعذيب واغتصاب أطفال صغيرين لحد الموت. أنا آسف للمرة التانية، عارف إن الفيديو مرعب جدا، بس كان لازم أحكي كل التفاصيل عن الدارك ويب والديب ويب عشان الكل يفهم إن الموضوع خطر فعلا، مش سهل وبسيط زي ما كل الناس فاكره. وده كان تكمله لطفل شبرا الخيمه اللي عنده 15 سنه اللي اتذبح عشان يتباع اعضائه. وزي ما احنا متعودين يا ريت الكل يشارك الفيديو عشان الكل ياخد حذر.